الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. ضيفي العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور يحيى البرمبلي، الأستاذ المساعد واستشاري جراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة العظام عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري من كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة من إنجلترا. أهلا بك يا دكتور يحيى. اهلا بيك حضرتك. سعيد جدا بهذه الزيارة، يعني فرصة ذهبية بصراحة. لا دي فرصة ذهبية ليا. الموضوع مهم قوي، بس أنا عايز أبدأ الأول بسؤال شوية، يعني ليه رحلتك في عالم العمود الفقري بدأت من محطة الجنف؟ محطة صعبة مش سهلة. وفعلا ده سبحان الله، يعني هي ربنا اللي بيسر الأقدار. أنا طبعا كنت نايب في مستشفى جامعي في جامعة الزقازيق، وكنت بشوف جميع أنواع الحالات بمشاكلهم. واحد لما يبقى لسه صغير في الميديكال فيلد بيبقى قريب شوية من العيانين أكتر من بحكم يعني لسه مبقاش في خبرة وكده. فكان واحد بيمر عليه ناس عندهم أمراض ليها علاقة بالعظام والعمود الفقري بصورة مختلفة. فكان عندي ملاحظة إن كان العيان اللي عنده سكوليوزس أو جنف أو مشكلة في العمود الفقري عاملة له تشوه بيعاني معاناة غير طبيعية، سواء في الحصول على الخدمة الطبية أو في الوصول لحياة يعني طبيعية، ومعظمهم ما بيعرفش يوصل لحتى شبه الطبيعية، ويفضلوا يعانوا فترات طويلة. وهو ده اللي كان ساعتها المتعارف عليه، يعني ما كانش فيه اختيارات أو إمكانيات أكتر من كده. فلما حضرتك تشوف الموقف وتبتدي تبتدي تحس بأحاسيس الناس، حسيت ان المكان ده فيه زي كده ديفكت اقدر انا اادي فيه خدمه لاهلنا والناس اللي حوالينا والمرضى اللي هم بيعانوا من مشكله زي كده. فجت الفرصه بقى في موضوع تسجيل رساله الدكتوراه، فكان المشرف عليا الدكتور عبد الله ربنا يديله الصحه، قال لي تاخد الموضوع ده. بعد ما اتناقشنا فيه فلقينا الموضوع صعب ومش مفيش فرص ان احنا نشتغل بيه في الجامعه. فجت بقى فكره السفر بره. فالحمد لله ربنا يسر لي في موضوع ان انا اخد الفيلوشيب دي من كندا. قعدت سنتين في سنتر متخصص لجراحات العمود الفقري في الاطفال في كندا، مدينه اسمها هاليفاكس تبع دالهاوز يونيفرسيتي. دي من اكبر المؤسسات اللي ليها دعوه بالعمود الفقري هناك، مع ناس متخصصين في المجال ده. بس سنتين كامله بشوف العيانين واهلهم، اتعامل معهم من اول ما يخشوا المستشفى، اعمل العمليه مع الجراحين. مع الوقت ابتديت اعمل العمليات بنفسي كنوع من انواع التدريب هناك، لغايه ما هم جهزوني ابقى متخصص في اعوجاج العمود الفقري. فالسنتين دول كانوا غيروا مني كبني ادم، خلوني بفكر في معامله العيانين بطريقه مختلفه، ازاي حاسس بالمشكله، ازاي حاسس بالمريض، وادوني الامكانيات العلميه والفنيه ان انا اقدر امارس العمليه المعقده دي من غير مشاكل الحمد لله في مصر. ربنا يسر لي ورجعت مصر، خلصت الدكتوراه، وبعد كده جات لي فرصه الفيلوشيب في انجلترا في نفس المجال. ودي كانت فرصه ان انا اقارن المدرسه الاوروبيه بالمدرسه النورث امريكان او الكنديه. فرحت هناك قضيت فتره 6 شهور برضو مركز في نفس الموضوع، والحمد لله يعني اتعلمت تكنيكس اكتر، ازاي اواجه مشاكل العمود الفقري من الانتيريور ابروتشز اللي هي من قدام، مش مجرد كله من ظهر، وازاي يعني. وكانت فتحت مجالي على او فكري على مجالات مختلفه، اللي هو يعني ايه صقلت التجربه الفكريه مع العمليه. فبعد كده قررت بقى استقر في مصر عشان ايه نقدر نساعد اهلنا والمرضى اللي بيعانوا من اعوجاج العمود في مصر، واقدر ارد يعني جزء للمجتمع يعني.